ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده هتكلم معاكم فيه عن افضل طريقه لازاله شعر الوجه من غير ما بشرتك بقى تلتهب او تتحسس او يطلع لك حبوب. هنستخدم لازاله شعر الوجه شفره فلامينجو. الشفره دي مشهوره جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو اعملي لي لايك واشتركي في القناه واعملي شير في كل جروبات البنات عشان الكل يستفيد. ولو اول مره تشوفي الفيديو اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا. طيب النهاردة هنتكلم عن الشفرات. الشفرات هي الحل الأمثل لإزالة شعر الوش بطريقة سهلة ومريحة جدا وكمان سريعة. وهعرفك ايه هي الطرق الصحيحة لإزالة شعر الوجه. أول حاجة شفرة فلامينكو، من أشهر الشفرات اللي موجودة في السوق وكلنا عارفينها وبنسمع عنها، وفي مننا كمان بيستخدمها وبتبقى مقفولة بالشكل ده كده اهي. تبقى جاية مقفولة كده. الباكت بيبقى فيه 3 اللي هما ال3 الوان دول. بتبقى مقفولة وبتبقى معقمة، والسنون بتاعتها بتبقى بالشكل ده كده اهي. الشفرات القطع بتاعها بيبقى معمول قطع ليزر. السنون بتاعتها بتبقى معمولة مقطوعة قطع ليزر، ما بتبقاش ستريت. بتبقى مشرشرة بالشكل ده كده علشان ما تعورناش. طيب نستخدمها ازاي بقى؟ بتبقى جاية كده مقفولة ومعقمة، وطبعا دي استخدام شخصي بحت، مش المفروض طبعا ان انا اقولك عليه، كلنا عارفين ان اي حد يستخدمها مكاننا. طيب اول حاجة بتفتحيها كده بالشكل ده، معاكي الكحول بتتعقم. تبقى مغسولة طبعا قبليها، قبل ما تتحط على البشرة لازم تبقى مغسولة وتعقميها بالشكل ده كده من الناحيتين، وهتسيبيها تنشف شوية. طيب عقبال ما تنشف بقى هنروح نغسل بشرتنا بالغسول كويس جدا. الغسول طبعا دوت بيبقى مخصص لنوع بشرتك. بعد الغسول يفضل انك تعملي سكراب للبشرة عشان المسام تبقى متفتحة ويسهل عليكي ازالة الشعر. بعد كده بقى ايه، هنرطب كويس. ما ينفعش تمشي بالشفر على وشك وهو ناشف، لازم حاجة تسهل مرور الشفر على الجلد. وكمان عشان ما تتجرحيش ووشك في ناس بتنصح بان هي يعني تستخدم الشفرة على وش ناشف عشان يطلع الجلد الميت ويشيل اول طبقة. بس هي كده كده يعني هتشيل الجلد الميت. هي بتشيل الشعر الوبري وبتشيل الجلد الميت اللي هو اول طبقة سطحية على الوش. بس مش لازم يعني ان انتي تستخدميها على وش ناشف، لا انا بصراحة ما بفضلش. لازم يبقى الجلد مترطب عشان يسهل معاكي عملية ايه، الازالة. طيب منعا بقى للجروح، ممكن كمان تحطي مرطب بقى، حطي جل صبار، حطي مرطب بس ما يكونش ليه ريحة. عايزة، في ناس بتستخدم مضاد حيوي، ممكن برضو الجل الصبار هيبقى لطيف معاكي جدا، وكمان هيهدي البشرة من الاحمرار. هنستخدم بقى الشفرة على بشرتنا ازاي؟ هنستخدمها بزاوية، يعني ايه، هنستخدمها بزاوية مايلة 45 درجة. ما تستخدميهاش مثلا ايه اللي هي مثلا تبقى واطية قوي كده او تبقى واقفة، لا بلاش عشان ما تعورناش. استخدميها بزاوية مايلة 45 درجة كده بالشكل ده، مع اتجاه نمو الشعر، مش عكس اتجاه نمو الشعر، لا مع اتجاه نمو الشعر. شدي كده ببشرتك بصباعك او بايدك وامشي بالراحة واحدة واحدة كده بالشكل ده، ما تمشيش عكس اتجاه نمو الشعر. هتلاقي بقى ان الشعر الوبري بيطلع بسهولة معاكي. هتلاقيه اصلا هتحسي بيه ان هو بيتطاير حواليكي ويبدأ يبان كله في القطعات اللي هي السنون دي. استخدميها بقى كده كلها على الوش وما تخافيش منها، هي مش هتجرحك لان هي اصلا قطع ليزر مش حامي. هتستخدميها على بشرتك كلها ما عدا منطقة الشنب. ليه بقى منطقة الشنب؟ الشنب والحواجب.
الشفرة اصلا الشعر الوبري مش شعر الوش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتشيل الشعر الخفيف اللي في الوش، هي مش مخصصة لإزالة الشعر السميك. يعني المنطقة اللي عند الشنب او اللي عند الدقن دي بيبقى الشعر فيها سميك، فلما تيجي تشيليها انت كده بتقطمي الشعراية من النص، ما بتشيليهاش من البصيلة نفسها. فهتضطر ان هي لما تيجي تطلع طبعا مقسومة، وهتطلع ناشفة وهتطلع تخينة. فده اللي بيديكي احساس ان الشفرة بتقل الشعر او بتكثفه، فالكلام ده مش صحيح خالص. استخدامك للشفرة غلط هو اللي بيخليكي تحسي بالاحساس ده. الشفرة مخصصة للشعر الوبري اللي في الوش، مش للشعر السميك. عادي استخدمي بقى للشنب او للدقن او للحواجب. الخيط حلو قوي للمكان ده، لانه بيشيل شعرايه بصيلة نفسها. فلما تيجي تطلع هتطلع ناعمة زي ما كانت، فبلاش تستخدمي الشفرة للمكان ده. بس يا بنات، فبلاش تستخدمي الشفرة في المكان ده، لان كمان الشعراية لما تيجي تطلع سميكة، فهتكون بتجرحك شوية او هتكون بتوجعك، فهتضطر ان انتي تهرشي فيها. طيب استخدمت التونر وخلاص قفلت المسام. لازم بقى ان انا ارطب بعد استخدام الشفرة. الشفرة بتبقى جارحة قوي، ممكن تنشف لي البشرة، وممكن كمان تخلي في قشور. استخدمي اي بقى مرطب عندك، زي بيبانسين، بانسينول، حاجة تكون خفيفة على البشرة. بلاش تستخدمي حاجة فيها معطرات او فيها روايح، لان هيعملك حبوب. استخدمي حاجة تكون طبية ما فيهاش اي روايح. ممكن كمان تستخدمي مضاد حيوي، هيبقى احسن ومش هيطلع لك حبوب. لو خايفة بقى يطلع لك حبوب، هيكون احسن واضمن المضاد الحيوي. وبكده بقى تبقى افضل ازالة للشفرة من غير اي جروح في الوش، وكمان حافظتي على بشرتك من الالتهابات وانه يطلع لك حبوب. واللذيذ في الشفرة كمان انها مش بتشيل بس الشعر الوبري، لا دي كمان بتشيل الجلد الميت، اللي هو طبقة خفيفة من طبقات الجلد الميت اللي بتدينا لوك باهت ومش حلو للبشرة. عشان كده لما بتعملي الشفرة بتحسي ان وشك نور وبيبقى فيه اضاءة كده، هتحسي انك عملتي جلسة تنظيف للبشرة بعد استخدام الشفرة. طيب، ناس فاكرة ان الشفرة بتتقل الشعر، وفاكرة ان استخدام الشفرة هيخلي الشعر يبقى تقيل وكتير. احب اقولك ان تفكيرك ده غلط، والمعلومة دي مش صحيحة تماما، لان الشعر ليه طبيعة. كل بني ادم فينا ليه جينات وليه مواصفات. مفيش اي حد هيغيرها، لان الشفرة او غيرها، لو خايفة انك تستخدمي الشفرة عشان خايفة انها تزود لك شعر الوش او تتقله، لا ما تخافيش، لان ده مش حقيقي خالص. مثال بسيط، لو شعر الوش مثلا 100 بصيلة، استخدام الشفرة مش هيخليها مثلا ان هي تطلع 101 او 110. لا، بصيلاتك زي ما هي نفس عدد الشعر اللي انتي شلتيه، هو اللي هيطلع، يعني هيتقل ولا هيزود. طيب، في ناس برضو فاكرة انها بتخلي شكل الشعر سميك او تقيل. في الاول لما اتكلمت انه ما ينفعش تعملي بيها عند الشنب او عند الحواجب او المناطق دي عموما، ما كانش قصدي عشان ان هي هتطلع الشعر سميك او حاجة، لا كان قصدي علشان هي بتقطم الشعراية مش بتشيلها من الجدر، فبالتالي هتطلعها مقطومة، مش ان هي هتطلع سميكة، لا. الشعراية سمكها بيعتمد على الهرمونات الأنثوية بتاعتك. ما ينفعش أقول سمك الشعراية هيبقى زي سمك شعراية الراجل، لأن هو أصلا عنده هرمون الذكورة عالي. ده غير بقى لو انت عندك مشاكل صحية في الهرمونات طبعا، والموضوع بيختلف تماما. ومش ممكن فرات تغير سمك الشعراية ولا هرمون الشعر. الفكرة ان الشعر بيطلع بسرعة، غير مدة الوكس او السويت. كمان فكرة ان الشعراية بتتشال من على سطح الوش، ده بيبقى مقطومة مش متشالة من البصيلة، فبيديكي شكل ان الشعراية تقيلة او سمرة، فبتفتكري ان سمك الشعراية اتغير او تقل. لا طبعا دي مش حقيقة خالص، ما فيش حاجة الجينات او الهرمونات، فما تقلقيش. ما تقلقيش خالص من استخدام الشفرة، لا هتقل الشعر ولا هتسمك الشعر. استخدام الشفرة يبقى قد ايه؟
ده بيكون بقى على حسب استخدامك انتي. مفيش وقت معين او مفيش مدة معينة. الشفرة لو عندك مناسبة استخدميها، لو عندك خروجة استخدميها، لو عندك فرح، لو عندك مقابلة، كل ما تحس ان الشعر بدأ يطلع استخدميها. ما تبقيش ماشية يعني زي الغوريلا وشعر وشك. خليها دايما قدامك في التويليت، هتحتاجيها في اوقات كتير. مش زي مثلا الواكس او السويت او الفتلة، الحاجات اللي بتبقى محتاجة مدة عشان تستخدميها بعد كده. لا، هتستخدميها في حاجات كتير، هتستخدميها باستمرار. وده مش عيب، هو ارهاق، لكن في نفس الوقت ما بتطلعش حبوب، ما بتعملش اي نوع من انواع الالتهاب. مهما كانت بشرتك حساسة. طبعا دي حاجات المفروض انها من مميزات استخدام الشفرة، فانا بنصحك دايما باستخدام الشفرة، والاهم الترطيب والتونر والسكراب. هتحس ان بشرتك بتلمع ومنورة. خدي بالك ان الشعر الوبري اللي انتي مش شايفاه ومش واضح بيبان جدا في النهار او في ضوء الشمس، وبالذات في الميك اب. الافضل ان يكون وشك دايما صافي وبيلمع. والأحسن ان يكون طبعا وشك من غير الشعر الوبري دوت. استخدامها سهل وبسيط وكمان رخيصة، غير انها موجودة معاكي في البيت، مش هتضطري انك تنزلي وتروحي للكوافير. بس كده يا بنات، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان هو يكون عجبكم واستفدتي منه. ودي كانت كل المعلومات اللي انا اعرفها عن الشفرة. يا رب اكون قدرت افيدكم. بحبكم قوي. اشوفكم بقى في فيديو جديد. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير في جروبات البنات عشان الكل يستفيد. ولو اول مرة تشوفي الفيديو بتاعي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس. اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.